السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي كل سنة وانتم طيبين، ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك. هنعمل أكلة حلوة جدا النهاردة. رحت السوق لقيت بطاطس كده، اللي هي البطاطس الرفيعة الصغيرة دي، اللي هي البطاطس من نقطة حمرا ديت، بتبقى بطاطس تحمير جميلة جدا. جبتها كده وقمت جبتها بكام يا حنان؟ جبتها كيلو ونص ب5 جنيه. شفتوا الشطارة قبل كده؟ جبت كده البطاطس، جبت كيلو ونص، طبعا ما خدتهاش كلها، خدت حوالي كيلو الا ربع او ازيد من كيلو الا ربع شويه. تمام. خدتهم كده غسلت البطاطس، نقعتها شويه في ميه كده وسبتها علشان بيبقى فيها طينه لازقه وكده. مسكتها نقعتها، وبعد كده قمت غسلاها غسله كويسه وشطفتها وحطيت عليها شويه ميه، وزي ما شفتوا في اول الفيديو حطيت عليها معلقه ملح وسبتها تتسلق على النار. في الوقت وهي بتتسلق دي جبت جبت بيضتين، وجبت نص معلقة من بهارات اسمها 11 بهار، او ممكن 7 بهارات، البهارات الموجودة عندك، بس دي بتبقى جامعة كل البهارات. وكمان حوالي ربع كوباية من اللبن، وحطيت نص كوباية من الفلفل الاسود، نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الملح. وكل ده قلبته في البيض اللي هو كان معانا في اول الفيديو برضو. جبت دلوقتي يا حنان؟ جبت معلقتين من النشا و3 معالق من الدقيق، وحطيت عليهم رشة من البهارات بتاعتي اللي انا كنت حطاها في البيض، ال11 بهار، ورشة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من من الملح. وقلبتهم كويس جدا مع الدقيق والنشا. ده الكفر بتاع بتاع البطاطس بتاعتنا، اللي هو بانيه الغلابة. بانيه بانيه الغلابة. مسكت البطاطس كده، ضغطت عليها بايدي، ونزلت فيها نزلت بيها في البيض اللي هو انا عاملاه بالتوابل. هتشم ريحة التوابل دي بصراحة، هتقولي ده بانيه فراخ مش بانيه بطاطس. تمام. هعمل كده الكفر دوت زي ما انتوا شايفين كده. هطبق البطاطسايه بايدي، اضغط عليها واحطها في قلب البيض والبهارات اللي انا عاملاها دي، وبعد كده اقوم منزلاها في 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 النشا والدقيق، وارجع اعملها تاني نفس الطريقه. يعني بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها، هاجي منزلاها تاني في البيض اللي فيه لبن وفيه بهارات، واقوم عايده عليها تاني في في النشا وفي الدقيق. هتقولوا كمية الدقيق والنشا هتكفي؟ لو ما كفتش معاكي تقدري تزودي الكمية مع التوابل برضو والملح. تمام. وحاول الملح بتاعك ما يكونش زيادة عشان ما تبقاش مملحة. تمام. هعملها كلها بنفس الطريقة دي، وبعد ما اخلصها كلها هركنها حوالي نص ساعة كده ولا حاجة. لو حابة تسيبها بره التلاجة ماشي، حابة تحطها في التلاجة مفيش مشكلة. حتى لو انت عايزة تعمليها وتسيبيها مثلا من الصبح في التلاجة، ولما تيجي تاكلي تحمريها مفيش اي مشكلة، هتاخد وتدي في التتبيلة وهتبقى طعمها احلى. اقسم بالله وانت بتحمريها كأنك بتحمري بانيه فراخ، ريحتها وطعمها يجنن بصراحة، ولادك هيحبوها جدا. شايفين شكلها؟ جبت الزيت بقى كده، حطيته في الطاسة شوية زيت كده يعني حلوين، سبت الزيت يسخن، وقمت نازلة بالبطاطس. طبعا دي مش فراخ ان انا ههدي عليها النار علشان تستوي اللحم بتاعها من جوه، ده بطاطس وانا سلقاها. تمام. معايا البطاطس كده ما خدتش وقتي على النار، زي ما انتوا شايفين كده اللون ده، الوش ده احمر. نقلب على الوش التاني. حابة بقى تاكليها مع مكرونة، حابة تاكليها بعيش، حابة تاكليها برز، ايا كان انت حابة تاكليها بايه. هي بصراحة جميلة جدا وطعمها حلو جدا وبتخرفش وحلوة جدا. جربي الطريقة دي هتدعيلي، والله هتدعيلي على طريقتها، جميلة جدا. حابة بقى تاكليها مع سلطة، وسلطة طماطم طبعا كده، وجرجير وعيش ماشي. حابة تاكليها بمكرونة لو ولادك صغيرين ماشي، حسب رغبتك. شوفين شكلها وجمالها، والله ده لونها الحقيقي، انا مش مغيرة في لونها، ده لونها فعلا جميلة ازاي. ياريت اللي يشوف الفيديو ويعجبه ما ينسونيش كده بتعليق حلو، ويعمل لي لايك، علشان اللايك هو اللي بيرفع القناة. تمام. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله كتير.